كبة طحين التمن ثالث وصفة من سلسلة 5 أنواع كبة ب5 أيام، من أنجح الوصفات اللي أنا معتمدتها من زمان. عجينتها كلش حلوة وسهلة بالتشكيل مثل الطين الاصطناعي، وتطلع كلش مقرمشة مثل ما تشوفون. أهم شي تسوون قشرها خفيف. دائما تسألوني على الفرق بينها وبين الكبة اللي نسويها بالتمن العادي، فهي نفس الطعم بالضبط، ماكو أي فرق، مجرد إنه هذا تمن مطحون. والاختلاف في طريقة تحضير العجين. بجدر على النار خليت مي وملح وكركم، من يغلي راح ننزل طحين التمن. كل كوبين مي تاخذ كوب واحد طحين تمن. المقدار أنا مضاعفته لأن أسوي كمية أكبر. مباشرة أول ما ننزل طحين التمن نستمر بالتقليب إلى أن يمتزج كل زين وتصير العجينة مثل ما تشوفون على نار هادئة. من تتماسك العجينة بهذا الشكل نطفي النار ونخليها إلى أن تدفى شوية، وبعدين نعجنها، نبلل إيدنا بالمي ونعجن، وتصير العجينة مثل ما تشوفون مثل الطين الاصطناعي كلش حلوة. من بردة العجينة حنبدي نحشيها. الحشوة مسويتها في فيديو سابق موجودة بالصفحة، وراح أكتب لكم مقاديرها بالتفصيل أسفل الفيديو. نبدي نفتح العجينة بالمي، طبعا تبللون إيدكم بالمي وتشتغلون. مثل ما تشوفون كلش سهلة بالتشكيل. طبعا راح نصفطها بالصينية ونخلي بيناتها نايلون ونخليها بالفريز. من تتجمد نخليها بأكياس ونحتفظ بيها. ومباشرة من نريد نقليها نطلعها هي وجامدة نخليها بالزيت الحار والغزير. أهم ملاحظة بكبة طحين التمن من تخلوها بالطاولة تخلون وحدة تطبخ بالثانية، لأن يعني العجينة لينة شوية. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك ومتابعة، وبالعافية.